بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نحكي واحد القصة من التراث المغربي الشعبي اللي تطبق على المثل اللي تيقول من يطيب التريد يدير الله ما يريد. يعني من هنا لتما ربي تما. كان في واحد القرية تيعيش واحد الرجل غني عنده كل ما يخطر لك على البال. عنده البقر، عنده الغنم، عنده الأراضي، عنده الخدم والحشم، ولكن الحاجة الوحيدة اللي خايبة فيه هي أنه بخيل. تيعز عليه داك المال ديالو يخسرو، وتيعز عليه داك المال ديالو يصدقوه على الناس الفقراء اللي عنده في القرية. قليل باش كان تيخرج شي صدقة أو لا تيزكي ولا شي حاجة. المهم كانت العائلة ديالو، الأسرة ديالو تتكون من 3 د العيالات، يعني دراير، شريكات، و7 ديال البنات. كان قاهرهم وحاقرهم، الماكله ما تيشبعوش في كرشهم، تيوكلهم وما تيشبعوش في كرشهم، يعني مجوعهم تياكلوا ما تيشبعوش، اللباس ما تيكسيهمش مزيان، الكسوه ولا عليك. شنو دار؟ مشات ايام وجات ايام، شنو قال؟ شنو دارت له في البخيل في الراس؟ بغى يتزوج. قال شنو؟ بغى الولد، لان عنده غير 7 د البنات. قرينا واحد الخادمه عنده في الدار، من بين الخدم اللي عنده عندها واحد البنت. واحد البنت آية في الجمال سبحان الله، وتتحشم ومربية ومتربية وغزالة. أرينا طلبها منها، قال لها بغيت بنتك. فرحات، عطاتها له بالزربة بلا ما تفكر. قالت له مرحبا. مني جوجاتها له تكرفص عليها، حتى هي عاملها بحال المعاملات الاخرين، يعني حتى هي ما تتشبعش في كرشها، مجوعها، تتاكل غير ما تيسر، اللباس كذلك هي اللباس ولا عليك. المهم هذاك هو طبعه، ما يمكنش، لان ما يمكنش الطبع يغلب التطبع، ما يمكنش يبدل طبعه، وهو هذاك هو طبعه في البخل. مشات ايام وجات ايام، هذه العروسه الجديده حملات. جات قالتها لما، قالت لها امي راه انا حامله. قالت لها سكتي سكتي سكتي، ما تقوليها حتى لشي حد. الدراير ديالك يعني الشريكات ديالك الا سقوا لك الخبار راه غيديروا لك شي مكيده ولا غيديروا لك شي ينتقموا منك، ما تقوليها حتى لشي واحد. ارينا مسكينه قبضت داك الشي في قلبها، الوحم والجوع وقلت الشي. ارينا ماشي قلت الشي، قلت الاهتمام. ارينا جاها الوحم على الكبده. جات عند امها، قالت لها امي راه انا باغيه الكبده. قالت لها بنتي ها انتي تتشوفي، انا ما عندي منين نجيب لك هاد الكبده، راكي تتشوفي الخدمه اللي انا باش تنخدم، يلاه تنصرف داك المصيرف، تنصرف على راسي وصافي، يلاه قداني، ما عندي لا شي حاجه زايده لا والو. مهم فهمات امها وعذرات امها، لانها امها مسكينه ما عندهاش مسكينه. ارينا طاح لها في راسها شنو غدير غدير. قبطت واحد مولاتي الطريق ومشات، قبطات طريق بعيده، توصلات للفيرما ديال من؟ ديال راجلها، ديال البخيل د راجلها. من وصلت كاين تما واحد الراعي ديال البقر، عاودت له القصه ديالها. قال لها لا لا لا، سمحي لي انا ما يمكنش ندير لك شي حاجه ولا نعطيك شي كبده ولا شي حاجه. الراجل ديالك صعيب، ونخرج على خدمتي ونخرج على رزقي والمصدر العيش ديالي، ما نقدرش نعطيك شي حاجه. بدات تترغبو وتوسل عليه، الله يخليك الله يخليك. بقات فيه. قبط واحد الحولي صغير ذبحو. مني ذبحو والكبده ديالها طيبها شواها وعطاها لها، طيبها لها وعطاها لها، كلات حتى شبعات. ومني شبعات المهم شكراتو ومشات بحالاتها. مني مشات بحالاتها شنو دارت هذيك الشريكه ديالها، يعني الضره ديالها شافتها انها خارجه. مني شافتها خارجه صيفطات موراها واحد الخادم، هي غدا والخادم تبعها، وجات عاودت لشريكتها، يعني الضره ديالها، عاودت لها كل شيء. راها مشات للفيرما وراها كلات وراها دارت وراه فعلا. رينا هي هجزتها حاميه وسخونه وقالتها للبخيل. جا البخيل ساق الخبار، بغى يقطع راسو ويرميه، بدا يغوت وانا ويضحكوا عليا مالين الدوار، ويقول لكم انا معيشكم في الجوع، ويقول شنو دار. عيط للخدم ديالو، قال لهم ذبحوا احسن عجل، احسن حواله،
الشوا، ديروا الماكله احسن ماكله ديروها هاد النهار. وقبط واحد و جوج جموله، واحد جوعوا وواحد عطشوا. شنو عوال يدير؟ عوال يدير هذيك الماكله غيحطها للعروسه الجديده، غيقول لها كليها، الا ما كلاتهاش اش غيدير؟ غيقبط رجل يد ورجل يعقدها في عند الجمل العطشان، ويد الرجل يعقدها عند الجمل الجيعان، والعطشان يحط الماء بعيد عليه، والجيعان يحط له الماكله بعيده عليه، وهي مربوطه. الاخر يشوف الماء يمشي تيجري الماء، الاخر يشوف هذا يمشي، وهي غادي تقسم في النص. هذه هي الطريقه باش كان عوال يقتلها. المهم بقى جالس شويه وهو يعيط للخادم، قال لهم واش ديك الماكله مازال ما وجدات؟ المهم جابوا له الماكله، قال لهم جيبوا لي ندوق. جابوا له يدوق، غير هو دار اللقمه الاولى فمو الدم الامانه امانته، زهقات له الروح. سبحان الله العظيم، ربي كبير، ربي كل شيء عنده. قاع الغوات وتيغوتو، مات. هي امها كانت سد عليهم في واحد البيت مظلام. خرجت هي امها تجري وقالت لامها شتا امي؟ شنو قلت لك؟ يا قلت لك مني يطيب التريد يدير الله ما يريد. ها هو الماكله، ها هي طابت، تا طيب الماكله هو ربي خدا لي حقي، هو خدا لي حقي منه. المهم وصلنا النهايه. هاد القصه هذه راها عبره، لان الله سبحانه الا هو راه رحمته كبيره، والانسان ما يفقدش الرحمه ديال سيدي ربي، لان الرحمه ديالو كبيره، وما يفقدش الايمان ديالو بالله. الله قادر على نصر المظلوم. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.